بص معايا كده على الفيديو ده. الفيديو اللي انت شفته ده يبقى لحظة استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مدينة شرم الشيخ لحضور القمة العالمية اللي بتتعمل حاليا دلوقتي في مصر في مدينة شرم الشيخ علشان ننهي بيها حرب غزة. القمة اللي لحد وقت تصوير الحلقة دي وصل لها اكتر من 20 زعيم من زعماء العالم زي ماكرون وزي رئيس وزراء اسبانيا ورئيس وزراء بريطانيا واردوغان رئيس تركيا، وحاليا ترامب على وصول. لكن اللي مأخره هو الحيرة اللي واقع فيها نتنياهو. شويه يقول لك انا هاجي ومكتبه بعدها يطلع يعلن ان هو مش هيجي، وده بسبب اعياد الديانه اليهوديه. طب ايه هي الكواليس اللي بتحصل في قمه شرم الشيخ؟ وايه هي الاسباب اللي خلت نتنياهو متردد انه يجي مصر ويقعد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. في الاول كده انا عايز احكي لك التفاصيل او السيناريو اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت دي قبل ما نوصل ليوم القمه بتاعه النهارده. والموضوع بيبتدي معانا من 2023 لما بدات تنتشر اخبار ان في خطه اسرائيليه بتتعمل دلوقتي وقتها يعني لتفريغ قطاع غزه من اهله عشان يهجروهم لارض مصر وبالتحديد في سيناء. وده اللي جنن عندنا القيادات السياسيه وخلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يخرج في اكتر من لقاء ويقول لهم ان خطه التهجير دي بالنسبه لنا خط احمر. ده وصلت ان قال لهم لو انتوا عايزين تخرجوا اهل غزه من مكانهم وتفضوا القطاع عشان تنتقموا من اللي عملوه فيكم في 7 اكتوبر، عندكم صحراء النقب ودوهم فيها وخلوهم هناك يستنوا لحد ما تصفوا حساباتكم مع حماس وبعد كده برجعوهم تاني. ما كده كده صحراء النقب دي تعتبر منطقه فلسطينيه وهياخدوا طبعا بسبب التوترات دي والصدام اللي هو بين القياده السياسيه هنا في مصر والقياده السياسيه في اسرائيل. الكل كان بيتكلم عن ان خلاص الدولتين داخلين على حرب، واللي وصل الموضوع لقمه يعني الشحن هو احتلال محور فيلادلفيا من الجيش الاسرائيلي. المفروض محور فيلادلفيا ده منطقه منزوعه السلاح، وفي معاهده السلام اللي متوقعه بيننا وبين الكيان الصهيوني اللي هي معاهده كامب ديفيد، مكتوب في المعاهده دي ان ما ينفعش منطقه او خط محور فيلادلفيا يوصل له سلاح تقيل او حتى دبابات زي اللي شفناها والعروض العسكريه اللي كان بيعملها الجيش الاسرائيلي لما احتل محور فيلادلفيا. وده اللي خلى من الجانب المصري هم كمان يخترقوا معاهده كامب ديفيد او اتفاقيه السلام ودخلوا المنطقه د وجيم في سيناء اسلحه تقيله، وبقت تنتشر فيديوهات لقوات خاصه من الجيش المصري واقفه ومتمركزه عند معبر رفح. بعدها دخلنا في 2024 ووصل وقتها الرئيس دونالد ترامب مسك رئاسه الولايات المتحده الامريكيه، وده بقى جالنا باقتراح مجنون اكتر من اقتراحات الصهاينه. قال لك بس حته اللي هي غزه دي المتنازع عليها سيبوها لي، انا عايزها هعملها منطقه سياحيه وهتبقى حاجه كده زي ولايه امريكيه او تحت الوصايه الامريكيه وهنسميها ريفيرا الشرق الاوسط. طبعا مصر وقتها اتدخلوا وقال لك مفيش منه الكلام ده، اصل هي مش ارض اللي خلفوكوا يعني. وقتها ترامب استدعى ملك الاردن الملك عبد الله الثاني، جابه عنده في البيت الابيض عشان يضغط عليه قدام الكاميرات ووسائل الاعلام ان هو يوافق على الخطه. لكن للاسف المشهد اللي خرج وقتها كان محرج جدا للملك عبد الله. ترامب احرج الملك عبد الله على الهواء وزي ما بنقول بالبلدي كده علم عليه وخد عليه اللقطه. طبعا بعدها حاول يبعت رساله او دعوه طبعا بعدها بعت دعوه للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو برضه يجي عنده في البيت الابيض علشان يضغط عليه عشان يوافق على خطته، لكن رئاسه الجمهوريه المصريه رفضت. ترامب بقى لما لقى ان مفيش اي رجا من الجانب المصري راح قعد مع الصهاينه وقال له ماشي. ترامب لما لقى مفيش اي رجا من الجانب المصري راح قعد مع نتنياهو وقال له بص مصر قافله دماغها بالضبه والمفتاح، شوف لك بقى حل بعيد عن مصر واراضيها. قال له ماشي خلاص احنا نهجرهم في دول تانية غير مصر زي السودان الصومال ليبيا ماليزيا وهي كلها اراضي مسلمين. بس طبعا المخابرات المصريه مش نايمه على ودانها، راحوا طبعا نسقوا مع حكومات الدول دي واتفقوا معاهم ان هم ما يستقبلوش اي لاجئ فلسطيني لحد ما نوصل ل 2025 ويتوجه ترامب لمنطقه الشرق الاوسط وياخد من حكام الخليج فوق ال3 تريليون دولار ومعاهم طياره هديه، ويرفض يزور مصر بسبب موقفها مع القضيه الفلسطينيه. وقتها كله قعد يتريق علينا وقال لك ترامب مش شايف الرئيس السيسي ولا مقدره. واول بقى ما خد الهبره اللي خدها دي ورجع على بلده قعد مع قيادات الجيش بتوعه وقال لهم بصوا زي ما انا استفدت من حكام الخليج انا عايز استفيد من مصر،
مصر تحت ايديها ثروه قوميه وهي قناه السويس. اتواصلوا مع المصريين وخلوهم يعدوا السفن الامريكيه من غير اي رسوم، والطلب فعلا بيوصل على مكتب رئيس الجمهوريه وبيترفض على طول. وقتها القياده السياسيه في مصر قالت لك مفيش اي استثناءات من اللي بيعدوا من قناه السويس، الكل هيتعامل سواسيه، لحد ما ترامب جاب اخره وقال لك خلاص كده مفيش امل مع مصر. والحرب اللي دايره بقالها سنتين مش هتخلص بالشكل ده، لان ترامب لان مصر مش هتقبل بالتهجير حتى لو على رقبتها. وقال لك خلاص الحرب دي بقى لازم تقف، وانا بنفسي اللي هوقفها عشان اخد حتى جائزه نوبل للسلام. واكون طلعت بحاجه، انا راجل ملياردير ومش محتاج للفلوس، كنت رئيس لامريكا مرتين، فاللي ناقصني عشان اكمل الكوليكشن ديت هي جائزه نوبل للسلام، وابقى قفلت اللعب. وفعلا قدم في الاول على شهر مايو كده اقتراح للهدنه لكنه فشل، لكن تاني مره عمل حسابه وراح قدم اقتراح يكون مرضي للطرفين، حماس واسرائيل. في الاتفاق دوت اسرائيل هتسحب جيشها من قطاع غزه في مقابل ان حماس هتسلم الرهائن الاسرائيليين وهيتم نزع سلاحهم. وفعلا بنود الاتفاقيه دي توصل مصر اللي بتدعي كل الاطراف عشان يقعدوا عندنا هنا في شرم الشيخ ويتباحثوا في البنود دي، وفد من حماس ووفد من امريكا ووفد من قطر ووفد من اسرائيل، كل دول قعدوا على ترابيزه واحده واتفقوا على وقف اطلاق النار واطلاق سراح جميع الرهائن عشان نوصل ليوم 13 اكتوبر اللي هو النهارده، ويتنفذ فيه اول بند من اتفاقيه السلام، واللي هو تسليم الاسرى الاسرائيليين واللي عددهم 20 فرد كدفعه اولى، وتتعمل قمه عالميه في شرم الشيخ بحضور كل زعماء العالم عشان يبقى الكل شاهد على الاتفاقيه دي، لان معروف ان الصهاينه مالهمش عهد، فلازم تشهد عليهم العالم كله، خاصة ماما أمريكا، عشان لو حصل أي خرق للهدنة اللي يتصدر لإسرائيل هي الدول اللي شهدت على اتفاقية. اللي أنا حكيته لك ده بقى يكون الخلاصة اللي حصلت الفترة اللي فاتت. إيه بقى موضوع نتنياهو اللي مرة يقول لك أنا جاي مصر ومرة يقول لك لا مش جاي؟ بص يا كبير، دلوقتي في البروتوكولات لما في دولة بتيجي تعمل قمة على أراضيها لازم تبعت دعوة للدول المشاركة، وبتوصل وفود دبلوماسية قبل يوم القمة، وبتيجي وفود دبلوماسية وأمنية قبل القمة عشان تعاين المكان وتتفق على جدول الأعمال زي اللقاءات التلفزيونية واللقاءات اللي هتحصل بين الزعماء، وحاجات زي مستوى التأمين وموعد الوصول، موعد المغادرة، مكان الإقامة بتاع الوفد. الموضوع مش بيكون ماشي عشوائي يعني. في حالتنا هنا بقى مصر دعت كل الدول ما عدا نتنياهو، وكان معروف من بدري إن هو مش جاي، لكن لما ترامب زار اسرائيل وخطب في الكنيست الاسرائيلي وقعد مع نتنياهو في اجتماع مغلق، قال له انا هرن دلوقتي على الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان اخليه يدعوك للقمه ديت ويكلمك قال له انا هكلم دلوقتي مكتب رئاسه الجمهوريه بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهخليه يدعيك للقمه اللي بتتعمل هناك دلوقتي عشان اخدك في ايدي وتكون لقطه كويسه كده عشان تبان ان انت راجل محب للسلام وان انت رحت لحد عندهم عشان حتى يا اخي نحسن صورتك قدام المجتمع الدولي ونخفف الضغط اللي عليك لان كل الدول والناس كلها بقت كرهاك. وفعلا اتصلوا بمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب من الرئيس السيسي ترامب قال له ممكن تدعي نتنياهو، والرئيس ما تاخرش وكلم نتنياهو بنفسه ودعاه. وده مش كلام انا، لان في كومنتات كتير بتجيلنا وتقول لنا هو انت كنت قاعد معاهم؟ ده يا جماعه كلام المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، وانا هحط لكم البيان على الشاشه عشان تشوفوا بنفسكم. طب كويس، يعني الراجل جاي اهو. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان نتنياهو لما طلع من الغرفه المغلقه اللي كان فيها مع ترامب وقال الخبر دوت، يعني الاعضاء حكومته كلهم قلبوا عليه. انت ايه اللي بتعمله ده مجنون؟ تروح فين؟ تروح مصر؟ انت كده هتخلي صوره اسرائيل وحش. الرئيس المصري اللي انت رايح له ده هو اللي احنا طلبنا منه يقلل الحشد العسكري في سيناء وهو رفض، وحاولنا نهجر اهل القطاع عشان نستحوذ على غزه وهو واقف لنا زي الشوكه في الزور. ازاي هتروح لحد عنده؟ انت كده بتبين اسرائيل في صوره ضعيفه. ازاي هتروح لحد عنده؟ انت كده بتبين اسرائيل في صوره ضعيفه. فاضطر نتنياهو ان هو يرفض ويتحجج بالاعياد اليهوديه هناك، وقال ان هو من غير اللائق ان يجوا، وقال ان من غير اللائق ان اروح مصر في وسط الاعياد الدينيه اللي عندنا. وحاليا وانا بصور الحلقه دي ترامب يعتبر وصل عندنا هنا في شرم الشيخ. هنشوف مع بعض بقى اللي هيحصل في اخر اليوم، وهنزل لكم فيديو تاني هنلم فيه الخلاصه اللي حصل من اول ما ترامب جه لحد ما مشي. تابعني انت بس واعمل لنا لايك واشترك في القناه عشان يوصلك الجزء الثاني وتوصلك الخلاصه. سلام.